كيكة النهاردة هتفكركم بأيام زمان تقريبا. كل البيوت المصرية كانت بتعملها. كيكة الذرة مشهورة جدا في بيوتنا المصرية زمان، بس النهاردة هضيف عليها إضافة البطاطا، هتطلع طعمها حلو قوي ومختلف. أول حاجة محضرة هنا كوباية من البطاطا، هرستها طبعا، شويتها الأول أو سلقتها، وبعد كده هرستها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهضيف عليها 2 بيضة، وأكيد هنضيف فانيليا. وبعد كده هنضيف كمان كوباية من السكر، ممكن نزوده أو نقلله حسب ما تحبه، بس أنا شايفة إن كوباية بيطلع مظبوط جدا. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس، هقلبه كويس لحد ما كله يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه، هضيف عليها الزيت حوالي نص كوباية، وهكتب لكم كل المقادير بالظبط تحت الفيديو. وكمان هنضيف الزبادي وهنضيف اللبن، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس. عايزة امزجهم كويس جدا بالمضرب، هقلبهم لحد ما يبقوا بالشكل ده، وده القوام بتاعهم. بعد كده هشيل الخليط بتاعنا ده على جنب، وفي بولة تانية هنحضر خليط المكونات الجافة. كوباية من الدقيق العادي، وكمان هنضيف دقيق الذرة، استخدموا اي نوع دقيق ذرة متوفر عندكم، وطبعا رشة ملح، ومعلقة مليانة من البيكنج باودر. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا، هقلبه كويس قوي. وبعد كده هاخده واضيفه على خليط السوائل. وبعد ما هنضيفه على خليط السوائل خلاص احنا مش محتاجين المضرب، هنقلب بس بالسباتيولا بالشكل ده. هنقلبها كويس، هي ده بيكون قوامها ماسك شوية او تقيل شوية، مش زي الكيك العادية، يعني ده القوام المظبوط للكيك بتاعتنا النهاردة. وبعد كده محضرة هنا القالب، استخدموا اي قالب متوفر عندكم مقاس 26 او 28. وهدهنه بالفرشة بالزبدة بالشكل ده، وممكن كمان ندهنه بالطحينة، بيطلع طعمه حلو قوي، مش بتبان في الخليط او في الكيك. بعد كده هنضيف الخليط بتاعنا للقالب، وبعد كده هنخبط على قالب بالشكل ده، وهنساوي الخليط بتاع الكيك، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط. هتاخد مش أقل من 45 دقيقة، ولما تخرج هنشوف النتيجة. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.